في إطار جهودها للحد من حوادث السير وتحسين السلامة الطرقية، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن حزمة إصلاحات جديدة تستهدف قطاع الدراجات النارية، خاصة في ظل الأرقام المقلقة التي تشير إليها أن هذه الوسيلة تمثل نحو 60% من وفيات حوادث السير على الصعيد الوطني. وفي هذا السياق، كشف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح عن توجه لاعتماد رخصة سياقة منخفضة التكلفة مخصصة للدراجات النارية من فئة 49 سنتيمتر مكعب، حيث ستتراوح كلفة الحصول عليها ما بين 200 و 300 درهم، في خطوة تهدف إلى تسهيل ولوج السائقين خصوصا فئة الشباب إلى رخص قانونية دون أعباء مالية كبيرة. كما يتضمن هذا الإصلاح مراجعة شاملة لنظام التكوين من خلال تقليص مدته بشكل كبير عبر إلغاء فترة الانتظار التي كانت تمتد ل3 أشهر، وتعويضها ب5 حصص تدريبية فقط تجمع بين التكوين النظري والتطبيقي، وذلك بهدف تبسيط المصادر وتعزيز الوعي بقواعد السير. وموازاة لذلك، تعمل الحكومة على تعزيز شروط السلامة من خلال فرض إلزامية توفير خوذة واقية عند بيع أي دراجة نارية جديدة، باعتبارها وسيلة أساسية للحد من خطورة الإصابات وحماية أرواح السائقين. وتعكس هذه الإجراءات توجها جديدا نحو تنظيم قطاع الدراجات النارية وتحسين شروط السلامة الطرقية، بما يسهم في تقليص حوادث السير وضمان تنقل أكثر أمانا لمستعملي الطريق. إذا كان لهذا المحتوى صدى في داخلك، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصل بجديدنا دائما.